بسم الله الرحمن الرحيم. خاطرة كده على السريع جات لي الفرق ما بين القطن المصري والقطن الهندي. أول حاجة أهم حاجة طول الشعيرة بتاعنا بيصل ل 34 ملي، الهندي أقل من 25 ملي، وده أعلى حاجة في الهندي مكوان أو شنكار 6. ف25 ملي أقل مننا بكتير. أهم حاجة بقى إن أنا أقدر أطلع من القطن المصري نمر أكبر من 120، القطن الهندي أقل من 40 على واحد. لو عمل 60 على واحد ما بيدينيش جودة كويسة، فبالتالي الهند بتستورد كميات كبيرة من أمريكا من الأبلاند، وأحيانا من القطن المصري. أكبر مستورد في العالم للقطن المصري هي الهند، ماشي، لأن هم بينتجوا نمر 150 و120 وأحيانا 300 من القطن المصري. فاحنا عندنا القطن المصري أقدر أعمل منه نمر أكبر 120 حاجة حرير يعني، الهندي أقل من 40. بالنسبة للاستطالة واحدة 6% أو 5%. المتانة عندنا أعلى 30 جرام بالتكس، الهندي أعلى حاجة كمان في الهند زي ما قلت مكوان أو شنكار 6 24. فدي خاطرة بس مقارنة ما بين القطن المصري والقطن الهندي، ودي بتعتمد على جودة الأرض المصرية أرض طيبة، أرض بتطلع أجود أنواع الأقطان في العالم كله. والدليل مش كلامي، اسألوا التاريخ، اسألوا حضارة الوادي والدلتا، شوف احنا كنا بنزرع قطن عامل ازاي زي جيزة 45. شكرا لحضراتكم.